جسيمة وليس وجهة نظر، ليس رأي. يعني واحد يقول لي أنا حر، هذه وجهة نظري. بلا وجهة نظرك، بلا رأيك، وطز فيك أنت وجهة نظرك ورأيك. جريمة تبرير التطبيع. مؤيدي التطبيع تحديدا المغاربة قسما بالله أنكم تقفوا موقف بحجة التمترس مع الملك، موقف لا يخدمكم ولا يخدم الملك. موقف بصراحة سامحوني يا مؤيدي التطبيع ومبرري التطبيع في المغرب، موقف هزيل، موقف غير أخلاقي. قلنا لكم الأنظمة والملوك والرؤساء لا يملكون من أمرهم شيء، سيطبعون متى ما أرادت أمريكا أو متى ما أراد الكفيل. كل دولة المغرب لها كفيل أمريكي، كلهم ضمن المعسكرات، لعبة المعسكرات. خلوكم واضحين هكذا، لا تنتفشوا وتنتفخوا. لكن مصلحة بلادي، أي مصلحة والله. كما قال، وأنا سأعرض هذا الكلام ربما غدا أو بعد غد، وهو تصريح خطير جدا لأبو زيد المقري الإدريسي عن التغلغل الصهيوني داخل المغرب نفسها، وابتزاز المغاربة، وأخذ صفقات بالغصب وبالقوة من الحكومة المغربية. يهودي يجي يأخذ المناقصة ويبنيه ويفعله في داخل البلاد، بل ويدخل في مشاريع خطيرة كالاتصالات والكاميرات، وفي أمور يعني تهد الأمن القومي ممكن. هذا يجيب لك أنا مع التطبيع يا أخي. أنا والله ملكنا طبع، إحنا مع التطبيع. والله لا قال لك طبع، ولا قال لك الملك طبع، ولا أمرك أن تطبع، ولا يريد منك أن تطبع أصلا. مسكين ضغطوه، دفعوه إلى التطبيع دفعا. أنت ايش دخلك؟ هو مضطر، لو الأمر بيده لما طبع. والله أن هذه قناعة راسخة داخلي، لو الأمر بيد الملك محمد السادس لما طبع، لكن الأمر ليس بيده. ويختلف معي مغاربة أنه ملكنا لا يجبره أحد. يا أخي بلا عبط. كل زعماء الدنيا يواجهون ضغوطات، حتى رؤساء أمريكا وفرنسا. هذه علاقات دولية، ما في حاجة اسمها ملك نحن لا يجبره أحد. هذا كلام فارغ. كل رئيس، كل زعيم، كل ملك في هذه الدنيا يواجه ضغوطات ويخضع ويتنازل ويقبل غصبا عنهم. ما هيش عزبة، ما هيش المسألة بالمزاج، ما هيش بالعاطفة. خلوكم من العاطفة هذا كما يعني تناقشت أنتم كما رأيتم مع أحد الأصوات البارزة والوجوه البارزة في المغرب، وقلت له الملك كان مضطرا للتطبيع. لا، ملكنا لا يضطره أحد. والله أنك تنح، قسم بالله أنك غبي. أنا أقول لك ملكك مضطر، لا يريد التطبيع. ملكك ليس مطبع، وأنت تقول لي ملكي مطبع بمزاجه. يا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا أبرئ الملك وأقول الرجل مضطر، مكره أخاك لا بطل. أنت تقول لا لما مصلحتنا في التطبيع. بلا مصلحة ولا تطبيق، والله لن تكسبوا شيء. كما قال الذي سأعرض عليكم الفيديو دياله بعد بكرة، المغرب بخير إلى أن طبعت. مسيرتهم كحلة، مسيرة التطبيع كحلة، مسيرة التطبيع كحلة وأكثر كحالة وسوادا. وتاريخيا حتى من زمان ما فيش مطبع استفاد. يستفيد الكيان الصهيوني. شوفوا مصر، شوفوا الأردن، شوفوا كل شيء. ما فيش. الصهيوني يأخذ منك لا يعطيك. شوفوا الآن جاءوا شركات إسرائيلية وداخلات في مناقصات، ويأخذوا المناقصات في المغرب وغصبا عنكم. ولا تقدر تقول لليهودي شيء. اليهودي مقدس عند بعض المغاربة. والله العظيم ما أدري كيف يفكرون. واحد ناقشته 24 ساعة وهو يهاجم الإخوان المسلمين. أنا هنا والله ليس دفاعا عن الإخوان، طز في الإخوان يا أخي، طز في الإخوان في حزب العدالة والتنمية، لكن عندهم اليهودي هذا مقدس. لا تذكر اليهودي المغربي. لا. ليش لا تذكر اليهودي المغربي؟ ما لا، هذا خدش في الوطنية. أنت هنا تكسر اللحمة، تفك المجتمع. احنا متآلفين وقابلين بعض من زمان. طيب أنا أكلمك إذا قلت لك مثلا، ليش مقدس اليهودي؟ ليش مقدس اليهودي المغربي وكأنه على راس ريشة؟ ما المشكلة عندك؟ ما المشكلة؟
وهذا الذي يقدس اليهودي المغربي نازل من الصباح الى المساء الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين، عبد الله بن كيران، حزب العداله والتنميه. يا سلام، ذكر اليهود المغاربه هذا يمزق اللحمه المغربيه، لكن ذكر حزب العداله والتنميه والاخوان المسلمين هذا لا يمزق العداله، هذا لا يمزق اللحمه المغربيه. والله رايت اناس يقول لك الا اليهود، كان اليهود المغاربه هذول مقدسين ما حدا يلبسهم، رغم ان هناك متورطين منهم في الكيان الصهيوني في قتل الابناء، في قتل الفلسطينيين، يهود من اصل مغربي. واذا ذكرنا قال لك لا 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 انا المغربي، عاد يقول واحد اخواننا المغاربه اليهود الامازيغ، وليش بتضيف اليهود في الموضوع؟ اذا بتضيف اليهود قل اخواننا اليهود المغاربه والنصارى المغاربه والبوذيين المغاربه والمسلمين المغاربه. ليش تذكر الديانه اليهوديه تحديدا؟ ما ادري ليش عندهم تلميع اليهودي هذا ظاهره انا ما قادر افهمها. واحد من الصبح للمساء اخوان المسلمين، عبد الله بن كيران العثماني، اسعد الشرعي فلان، وهناك خليه اخوانيه مدري ايش اخوانيه، ويريدوا قلب النظام وقلب الحال ورايحين البلاد ويشتون هو الملكيه والاخوان لهم مخطط ويثير الرعب داخل الناس. ولما نقول له اليهود، لا 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 اليهودي المغربي هذا وطني، الله لا لا لا، والاخوان المسلمين هذا لا لا مغربي مشكوك فيه. هي منطق، هي عقليه هذه اللي انت فيها.